السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم آية رشاد. وصفتنا النهاردة هي الكفتة. هنعمل مع بعض شوية كفتة من الآخر. هقول لكم ازاي تخلوا الكفتة بتاعتكم جوسي وطرية ومحتفظة بالسوائل جواها والدهون جواها ما تخرج السوائل بتاعتها وتطلع ناشفة. تاكلوها كده مع صوص التومية تحفة جدا. ممكن تعملوها بقى بالفراخ، ممكن تعملوها باللحمة. انا هنا عاملاها ميكس بين الاتنين وطلع معايا تحفة جدا. متنسوش بقى لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. ويلا نبدأ بسم الله. عندنا هنا 150 جرام من الفراخ، انا فرماها فرم ناعم. و250 جرام من اللحمة الحمراء فيها دهون 5%. فانا هضيف كمان 100 جرام من اللية. ممكن كمان تستخدموا بدل اللية دهون عادي، الدهن اللي بيبقى في اللحمة ده. ماشي. معايا هنا بصلاية متوسطة مفرومة ومعصورة. عندي هنا تلت كوباية من السميد الناعم او البقسماط. عندي التوابل بتاعتي نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الملح وحسب الرغبة طبعا، نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وعندي كمان نص حزمة كزبرة الورق بس. والسر بتاعنا النهاردة هو معلقة البيكربوناتو وعصرة الليمون ونص كوباية المية. هنجيب بقى بولة نفضي فيها اللحمة بتاعتنا، وكمان هضيف عليهم الدهن او اللية والتوابل بتاعتنا. وزي ما قلنا نص حزمة من الكزبرة، هناخد الورق بس مش محتاجين العيدان في حاجة. هنيجي عندنا بقى وده السر اللي بيخلي الكفتة بتاعتنا طرية ومحتفظة بالسوائل جواها وجوسي جدا. هي نص كوباية من المية ومعلقة من البيكربوناتو وعليها عصرة نص ليمونة. وهنقلب كل ده يحصل فوران. شايفين الفوران اللي في الكوباية؟ هنضيف بقى ده على اللحمة او على الفراخ وهنبتدي نعجن كل الكلام ده مع بعضه. لحد ما المكونات دي تتجانس مع بعضها. وبعدين هنضيف السميد او البقسماط الناعم. طبعا ده لازمته ايه؟ لازمته ان هو هيشرب السوائل اللي احنا ضفناها للحمة. طب كان لازمتها ايه من الاول؟ دي بتدي طراوة للحمة جدا وبتخليها جوسي وتحفة جدا. هتجربوا وهتشوفوا. هنعجنها لحد ما يتكون معانا نسيج وخيوط كده. اما البصل فانا هضيفه في الاخر خالص، بس هريح اللحمة دي نص ساعة في التلاجة او في المجمد اللي هو الفريزر. وبعد كده هجيبها وهضيف عليها البصل. معلش هنا التصوير مش مظبوط، كانت الكهرباء قطعت والاضاءة باظت خالص، بس مش مشكلة. هنا اللحمة بتاعتنا بعد ما ارتاحت خالص ومسكت نفسها في التلاجة هضيف لها البصل. طب ليه بنضيف البصل في الاخر؟ لان البصل بيخلي اللحمة من جوه او الكفتة من جوه سودة جدا ومش بتبقى حلوة خالص. فلما بتضيفيه في الاخر بتفضل فاتحة من جوه وطعمها باين ومش بيبقى البصل طعمه رخم كده في جوه الكفتة. وكمان مية البصل مش بنستخدمها واحنا بنصبع الكفتة خالص، برضو بتخليها سودا من بره. بنستخدم المية العادية. هنقلب بقى البصل في اللحمة بتاعتنا وهنبتدي بقى ايه نصبعها كده. عندي نص كوباية من المية مفيهاش اي حاجة، مية عادي من الحنفية. هتساعدني بس على ان انا اعرف اصبع الكفتة على عيدان الشيش طاووق. زي ما انتم شايفين نبتدي بين صوابعنا كده نعملها على عيدان الشيش طاووق. ممكن تعمليها طبعا
بالطريقة اللي تحبيها، صوابع كده بين ايديكِ عادي، على العيدان ماشي، تعمليها دواير زي ما أنا هاعمل شوية كده برضه في الآخر، زي ما أنت عايزة. طبعًا دول عاملين معايا كمية محترمة. فايدة بقى البيكربونات اللي احنا حطيناها بتخلي اللحمة او الكفتة تتنفخ، ما تكشش معانا خالص، بتخليها تتنفخ كده وتفضل لما كل السوائل جواها ما بتطلعهاش في الطاسة او في الصينية في الفرن، تلاقيها اتنفخت كده، تحس ان هي كيكة بتتنفخ لفوق كده، وبتفضل محتفظة بقوامها وشكلها، وما بتهدرش منك او تحس ان هي بتكش والكمية ما بتكفيش، لا، بتفضل زي ما هي زي ما عملتيها. هنيجي بقى بعد ما كملنا الكمية بتاعتنا، هنروح على الجريل، وياريت نستعمل طاسة او جريل يكون سميك شوية علشان الكفتة تستوي معانا وما تتحرقش. هندينه مسحة من الزيت كده، وبعدين هنحط فيه الكفتة بتاعتنا متماسكة على السيخ مش بتقع، وده بفضل السميد او البقسماط اللي احنا حطيناه. هنسيبها بقى بعد ما نرصها كده، مش هنحركها خالص لحد ما تشوفوها كده، تلاقوا النص من تحت استوى ولونه اتغير عن النص اللي فوق، واخد لون من تحت زي ما انتوا شايفين كده. شايفين استوت كلها من الاتجاه اللي تحت وخدت لون حلو. هبدأ اقلبها بقى على الاتجاه التاني. ممكن تحطيها برضو في الفرن او في الاير فراير زي ما انت عايزة. هنكمل بقى الكمية بتاعتنا هنا، خلاص كانت استوت وبقت شكلها جميل جدا، شايفين لا كشت ولا اي حاجة، زي ما حطيناها واتنفخت وبقت زي الفل، ولا نزلت دهون في الطاسة ولا اي حاجة. وزي ما شفتوا في اول الفيديو كنا بنتك عليها كده بتنزل سوائل ودهون تحفة جدا. هنطلعها بقى على الطبق بتاعنا وهنكمل بقية الكمية بتاعتنا. ملحوظة، يا ريت ما تعملوش الصوابع بتاع الكفتة سميكة عشان كلها تستوي سوا واحد وتبقى جميلة. وده كان الشكل النهائي، وبالهنا والشفا على قلوبكم. يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة. بألف هنا وشفا، وجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، هتعجبكم جدا وان شاء الله تنال اعجابكم وتشرفكم ان شاء الله.